السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة بسكوت خطيرة جدا ببيضة واحدة ومقادير اقتصادية مفيش زيها. بجد بجد مقادير موفرة بلون رائع، مش هتتخيل ان المقادير دي بتاعت البسكوت ده. لو اول مرة تشوفوني، معاكم حبيبة من وفر مع مطبخ حبيبة. السهل والبسيط والوفير عندي بأمر الله، مفيش حاجة صعبة. اللي انت عايزاه اكتبهولي في التعليق واقولهولك على طول. معانا هنا 100 جرام من الزبدة، ما يعادل بالظبط كده 3 معالق كبار. ومعانا 3 معالق زيت. معاك اهو زي ما انتوا شايفين بنكايل كل حاجة قدام. يعني 3 معالق كبار من الزبدة يكونوا هرميين شوية زي ما انتوا شايفين، يعني مش كتار قوي. و3 معالق من الزيت زي ما انتوا شايفين. معانا هنا نص كوباية ومعلقتين. تمام، نص كوباية سكر مطحون ومعلقتين. وهبتدي ادوبهم اهو، ولا مضرب ولا مضرب بيض ولا اي حاجه. عايزه مضرب بيض تشتغلي مفيش مشكله، عايزه مضرب يدوي مفيش مشكله. بصي اللي انت عايزاه في الخلاط، بس بلاش خلاط يعني عشان المقادير دي متجانسه شويه. معانا هنا معلقه صغيره، نص معلقه صغيره من الفانيليا ورشه ملح. وابتديت ادوب المكونات كلها بالمعلقه زي ما انتوا شايفين بابسط الطرق اهو، وبابسط الادوات بالمعلقه اهو. وابتدي اقلبها لغايه اما الزبده تدوب شويه. هنا هبتدي احط واحده بيضه بس. تمام، ببيضه واحده بس. وهبتدي اقلب المكونات كلها زي ما حضراتكم شايفين، بقت كريمي جدا وجميله جدا بالمعلقه بس زي ما انتوا شايفين. هبتدي احط معايا هنا كوبايه دقيق، هبتدي احطها واحده واحده. ودي تاني كوبايه، وهنخلها زي ما احنا متفقين كل حاجه تتنخل. والتالتة 3 إلا ربع، عينت الربع كوباية على جنب. حلو الكلام. أنا دايما بشتغل من البيكنج باودر دوت، بجيب دي بتبقى موفرة جدا طبعا يا جماعة، وبحطها عندي دايما. معانا معلقة صغيرة، وهبتدي كده أقلبها في الدقيق علشان كلها ما تنزلش على مكان واحد. وهبتدي المكونات دي أخلطهم كده مع بعض. لو انتي البسكوت بيلزق في ايدك حاجة بسيطة ما تقوليش عايز دقيق، ما تحطيش، هي المكونات فعلا طلعت مظبوطة بالظبط. هبتدي كده اقلب، يعني بحاول ان انا معجنش كتير، اخلي بس المكونات كلها تبقى متجانسة كده مع بعضها. بصي يا ما شاء الله العجينة جميلة جدا في ايدي، حلوة جدا جدا. ما تصدقيش طبعا ان هي فيها شوية زبدة صغيرين الكمية دي. ولميتها كده واحدة واحدة، وهبتدي اركنها على جنب علشان خاطر اشكلها. تنسينيش في تعليق ولايك واشتراك وقول لأصحابك علشان القناة تكبر. أنا متشكرة جدا جدا للمشاهدين بتوعي، بجد بحبكم جدا جدا، ويا رب تكونوا دايما في خير وفي صحة وسلام. بصوا العجينة رهيبة جميلة جدا جدا وموفرة طبعا زي ما انتوا شايفين. هبتدي كده أكورها كورة كده صغيرة. الكرة دي على حسب ما انت عايزة، بططها تبطيطة بسيطة. بصي النعومة، بصي التشكيل جميل. هجيب بالسكينة كده واعمل شقوق بسيطة خالص 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 جنب بعضها، هتديني الشكل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر. تمام، واحدة كمان. الكورة دي حسب ايدك انت طبعا، ايدك ميزان هتبتدي تعملي كل قد بعضه بأمر الله. وهبتدي كده اشكل بالسكينة بطريقة بسيطة وسهلة، مفيش اسهل من كده طبعا. تشكيل عايزة تقللي حجم البسكوت طبعا هيبقى عندك الكمية اكتر. كل ما تقللي حجمه كل ما تبقى الكمية اكتر، كل ما تبططيه اكتر كل ما يبقى اكبر، وهكذا. طبعا طبعا زي ما انتوا عارفين وده قانوني، انتوا هتعملوا حاجات ان شاء الله احسن مني بنفسك وبحبك لبيتك. خلاص نخلص الكمية ونرجع واقولك هيخش على درجة حرارة كام. الكمية خلصت اهي، بسم الله ما شاء الله. وهدخلها على درجة حرارة 150، يا ريت ما يبقاش عالي، ولو اقل يبقى احسن كمان علشان يبقى حامص معانا، علشان ده طبعا مش رفيع، ده عالي شوية. فهياخد شوية معانا في الفرن بس هيطلع باللون الخطير ده. ما شاء الله طلع اهو جميل جدا جدا جدا، شكل ولون روعة. بجد شكله خطير ولونه ذهبي رائع. بصي التشكيل، والله بجد يعني محدش يصدق ان ده بمقادير بسيطة او اقتصادية. حلو جدا جدا. يعني استنى عليه شوية لما يشد، ما تحاوليش ترفعيه من البتاع الوقت عشان اكيد لسه طري شوية. عايزة احاول ان انا اوريهولك ان هو فعلا مقرمش وجميل.
بس استنى عليه شوية بس لما يهدى شوية في الصاج، وهبتدي انقله. ابتديت انقله اهو، بس بجد جميل جدا والله. ريحته طبعا قلب البيت، وبمقادير يعني بسيطة جدا، مش هتعملي حاجات كتيرة، وبسرعة مفيش نص ساعة ان شاء الله يكون خالص معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسينيش طبعا زي ما انا قلتلك. وشكرا للمشاهدة، وشكرا لدخولك على قناتي، او دخول المشاهدين الحلوين على قناتي. ربنا يخليكم ليا يا رب، واشكركم بجد من كل قلبي، واشوفكم في فيديو جديد، واترككم في رعاية الله وامنه وحفظه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.